مرحبا بالسي لاكاديري، السي احمد، روستين، محمد وجده. عيد مبارك سعيد محمد وجده، مالين وجده، مرحبا. السي محمد وجده مالك نيجاتيف هكذا، ما كاين عيد. هو شوف، هو الله يبسط الرزق لمن يشاء. الى ما اخويا عيدتي انت راه كاين الالاف عيدوا، والله يسهل عليك يا اخويا. محمد السقلي، الله اكبر، مرحبا واهلا. اهلا القديري، نهار كبير هذا. اسيدي عيد مبارك سعيد وبارك الله فيك على دعمك ومؤازرتك. لا قديري دانزا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. يعقوب المنصور، لالا خديجة، نهار كبير هذا. مبروك العواشر لالا سعاد، وعليكم السلام ورحمة الله. السي سمير، لالا سعاد، شكرا لكم على الورود وعلى الهدايا، حفظكم الله ورعاكم. تبارك الله عليكم يا أخوة الكرام. تكبيس وشير يا أخوة الكرام، تكبيس وشير. تكبيس وشير يا أخوة الكرام، تكبيس. لالا سعاد، واش حفظكم الله ورعاكم. غادي غنشوفوا واش حاطين علينا هاد الناس. خالد قال لك محل العطر هذا. سي خالد، هذه سي شي موا يا خويا، سي خالد سي شي موا. شوف شيروا ناس. لالا سعاد، عيد مبارك سعيد. اخوة الكرام، بارطاجيو واش الناس معيدين. الناس واقيلا باقين خدامين في الحولي. قال لك عندك صداع. والصداع خف، احسن دابا شويه. شكرا السي جمال، شكرا لكم. كرة امور مزيانه، شكرا لالا سعاد. شكرا لقاديري. صافي احنا عندنا ناس ثقه صافي، ملي هذوك الاخرين. الله يحفظك سي لقاديري، بارك الله فيك، الله يحفظكم، مبروك العيد. شيروا اللايف يا اخوة الكرام، سنبدأ اللايف عندما يلتحق بنا 200 شخص ان شاء الله. ايوب يقول لي واش شفت موضوع الغواصة المسيرة التي ظهرت في الاسد الافريقي عند القوات المسلحة الملكية. هذيك الغواصات راشي وحدين غاصوا منها. طه شكرا.
تكبيس وشار يا أخوة الكرام، راه فيه سيديال. تكبيس وشار يا أخوة الكرام. علي ماك شكرا. كمال الدين شكرا. كمال لاله سعاد شكرا. سبحان الذي بيده ملكوت، سبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان من لديه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان من لديه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان من لديه ملكوت كل شيء. سبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. السلام عليكم عنتر. 200 إن شاء الله، 200 شخص ونبدأ بإذن الله. مبقى والو، ما تلا والو يا أخو الكرام. تكبيس شهر يا أخو الكرام، تكبيس ضعيف جدا، وهو في الحقيقة هذا الوقت هذا ربما كما قلت شكرا لاله سعاد الناس تكون مشغولة ثاني أيام العيد. سبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. على بركة الله وبحمده وبشكره نبدأ هذا اللايف من ثاني أيام العيد 2026، الخميس 22 28 من مايو. شكرا كمال من المغرب شكرا. ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة أخرى عيد مبارك سعيد أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة واليمن، ورحم الله والدينا ووالديكم وبشرنا وبشركم بالخير. وأبدأ هذا اللايف بالاعتذار أبدأ هذا اللايف اليوم كما قلت من الخميس 28 مايو 2026، اليوم الثاني من عيد الأضحى 2026، 11 ذي الحجة 1447. هذه الذكرى هذه المرة صادفت ذكرى أليمة للشعب الموريتاني، ذكرى وفاة المرحوم وزير رئيس الوزراء الأسبق العقيد أحمد ولد بوسيف. وكنت قد قررت أن أخصص لهذه الذكرى مجالا واسعا لنقدم أمانة في أعناقنا، وهو أن نوصل للشعب الموريتاني وللشباب الموريتاني تاريخهم المجيد، ولنتحدث عنهم ونكشف لهم تلك الظروف الصعبة والحساسة التي اختطف فيها بلدنا بعد غياب هؤلاء الأبطال. ولكن بعد أن فكرت كثيرا وتدبرت
هذه أيام العيد، أيام الفرح، وكما قلت هذه ذكرى تحمل معها آلاما كثيرة. لأذكر أن صبيحة يوم 27 من مايو 1979 وبالضبط على الساعة 10:10 سقطت الطائرة التي كانت تحمل آنذاك رئيس الوزراء الموريتاني الفقيد المرحوم أحمد البوسيف، وأؤكد هنا على رفاقه المميزين رحمه الله. رغم أن الرجل لم يتعدى حكمه 52 يوما، وبدأ بالضبط يوم 6 أبريل 1979 وانتهى بهذه الفاجعة يوم 27 ماي 1979 وهي بالضبط 52 يوما، إلا أنه كان قد أحاط شخصه بجميع الكوادر أو أكثر أو معظم الكوادر في جميع المجالات، يعني موظفين من حوله ليساعدوه في الملفات الحساسة، وكانوا يرافقونه في جميع زياراته. وكما قلت مع الأسف رحمه الله تلك الطائرة لم ينجو منها أي شخص، وكان على متنها كذلك قائد القوات الجوية الموريتانية آنذاك المرحوم نجاي نجاك، لأنه هو الذي كان على يسوق يعني تلك الطائرة من نوع بيفالو. فعلى كل حال معلومات كثيرة جدا وحساسة جدا، وفي الحقيقة هي يعني تحتاج إلى وقت كبير لتفكيكها، وشاء الله ونسأل الله أن يمد في أعمالنا حتى نوصل كل هذه المعلومات ونكشف هذه المؤامرة الكبرى التي لم يسلم منها إلا القليل. إذن رحمهم الله تعالى، ومشروعنا إن شاء الله سنواصل فيه ما أحيانا الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويمدنا بالقوة والشجاعة إن شاء الله في الوقت المناسب نكشف عن كل هذه الأمور. إذن هذا كان في البداية يعني معذرة كنت قد كتبتها على تأجيل ما كنت بصدده، وكتبت هذه التدوينة بمناسبة عيد الأضحى. أتقدم إليكم بأطيب الأماني وبدوام النعمة، وكل عام وأنتم بخير. وأحيطكم علما أنني قررت إرجاء تناول موضوع ذكرى وفاة فقيد الأمة الموريتانية المرحوم أحمد البوسيف ورفاقه، نظرا لما تحمل معها من أحزان خاصة، وأننا فقدنا معه وفدا من خيرة كوادر البلد آنذاك. نتمنى أن نجد الوقت المناسب لكشف مرحلة هي الأخطر وخطفت منا خلال سنين خيرة كوادرنا العسكرية. وعندما أقول هذا الأمر لن أستخلص أمامكم أي نتائج، ولكن سأذكر لكم بعض الأحداث ولكم واسع النظر أن تستنتجوا منها. سأذكر هنا إذا لم تخني الذاكرة ما يزيد على أعتقد 12 ضابطا أو أقل أو يزيدون. سأحاول أن أتذكرهم حسب الرتبة حتى ربما لا أنسى. المرحوم العقيد مبارك البنا مختار، المرحوم العقيد ضياه والمعيوف، المرحوم المقدم المصطفى محمد السالك، المرحوم المقدم أحمد البوسيف، المرحوم المقدم أحمد سالم السيدي، المرحوم المقدم محمد محمود واللولي، المرحوم المقدم محمد ولبا والعبد القادر، المرحوم الرائد جدو للسالك، المرحوم الرائد سأتذكر اسمه على كل حال
أنتقل إلى النقيب محمد فالو المرابط. النقيب محمد فالو المرابط الرائد رحمه الله تعالى المرحوم أبو ولد المعلوم، المرحوم الملازم نيانغ مصطفى، المرحوم الملازم محمد دودو سك. وطبعا ربما نسيت الكثيرين، ولكن هؤلاء الذين ذكرت أريدكم أن تبحثوا متى تم إبعادهم عن القوات المسلحة الموريتانية، ثم كيف تم إبعادهم. أما السؤال الأول، كل هؤلاء فقدتهم القوات المسلحة الموريتانية من 79 بالضبط إلى 81. كل هؤلاء الضباط الذين ذكرت يا إما أن يبعدوا ويحالوا إلى التقاعد، وإما أن يسجنوا ويحالوا إلى التقاعد، وإما أن يتوفاهم الله في حادثة غريبة، وإما أن يكونوا قد حكم عليهم بالإعدام. هل يعقل أن مثل هؤلاء الضباط الذين تفردوا خاصة بدفاعهم عن موريتانيا خلال حرب الصحراء أن يكونوا هم بالضبط من يتم تصفيتهم من الجيش، ويكون ذلك صدفة؟ لا أعتقد ذلك. إذن هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، سأنتقل بكم إلى موضوع آخر مهم جدا وكذلك في موريتانيا، لأنه يحتاج فقط إلى التعليق. هذا الذي أمامكم هنا هو الدكتور والأستاذ الشنقيطي، موريتاني الجنسية وموريتاني الأصل، ولكن صيته يعني وشهرته تعدت الحق في العالم العربي وحتى على مستوى الدولي، لأنه يدرس في أمريكا. فالرجل مشهور جدا ومعروف على مستوى الدولي، وخبير في أيضا الأمور السياسية، ويتم استدعاؤه دائما من أجل التعقيب أو التحليل في بعض الأمور مثل القنوات يعني المشهورة العربية العالمية. عاد إلى بلده بعد 15 سنة من الغياب، وطبعا فرح به الموريتانيين طبعا، لأن هذه القامة في الحقيقة هو فخر للجمهورية الإسلامية الموريتانية. ولكن الذي أريد أن أعلق عليه على وجه السرعة حتى أبين لكم أن القضية لا تتعلق بشخص معين، القضية تتعلق بموقف معين وبتحليل معين. الرجل مشهور جدا بتعليقه عن ملف الصحراء المغربية، وموقفه كان واضح، ويدعم الوحدة الترابية المملكة المغربية، وسأل ذات يوم عن قضية تقرير المصير وكذا وكذا، فكان له رأي. قال هذا المفهوم يعني كان في مرحلة معينة، يعني في الستينات، من أجل استقلال الدول، وأن هذا يعني هذه الفترة التي نعيش لم يعد له يعني مجال، وهذا يعني والذي نشرحه نحن منذ سنوات. طبعا نحن اتهمنا لأسباب تعرفونها بأننا يعني منحازين وأننا نطبل وكذا وكذا. هذا الرجل دكتور وموضوعي يعني، وهو كان يدرس في قطر وكذا، لا علاقة له بالمغرب يعني مباشرة، ولكن انهالوا عليه بالتعليقات السيئة. إذن القضية لا علاقة لها بالشخص، القضية لها علاقة بمواقف. كما قلت لكم ذات مرة، وكأن هناك من له يعني يد على موريتانيا أو جناح على موريتانيا، ولا يحق له أن يبدي رأيا مخالفا، أقول لأولئك الذين اختطفوا الإرادة الموريتانية في حقبة خلال سنوات. ولكن سرعان الحمد لله من الشعب الموريتاني وقواته المسلحة استرجعوا يعني هويتهم وكرامتهم واستقلالهم وسيادتهم. هذه هي الحقيقة. إذن نحن طبعا نتمنى له مقاما كريما بين أهله. خلاص هذا هو الشيء الطبيعي يعني. إذن هذا كان تعليق، أردت فقط أن أبدأ بهذا التعليق. طبعا نتمنى للشعب الموريتاني
ولإخواننا في المملكة المغربية، نتمنى لهم عيدا مباركا سعيدا، ونغتنم هذه الفرصة لنؤكد من جديد على مطالبنا كمواطنين. هذه المطالب التي حملها كذلك المغتربين، أو حق الكلمة حتى لا تعجبني، ولكن الموريتان القاطنيين في المغرب وخاصة في الأقاليم الجنوبية. هؤلاء حملوا مطالب واضحة ونحن نكررها الآن. أولا، يجب على موريتانيا، لا أقول يجب حتى أيضا لا نهاجم، ولكن من المفروض أن تكون هناك قنصلية في الأقاليم الجنوبية المملكة المغربية لرعاية مصالح الموريتانيين الذين يعدون يعني الآلاف موجودين في الأقاليم الجنوبية، موجودين بين أهاليهم وبين أنسابهم وبين بنو عمومتهم، وموجودين في سبيل التجارة والتبادل. وأنتم تعرفون أن البلد مترامي الأطراف، فيعني أعيان حتى الأقاليم الجنوبية هم طالبوا بسفارة بقنصلية في العيون، عاصمة يعني الساقية الحمراء. إذن هذه أحد المطالب. من أهم المطالب وهو فتح خطوط مباشرة بين نواكشوط ونواذيبو من جهة والداخلة والعيون من جهة. هذا أيضا أعتقد أن اليوم في ظل قرار 2797 وفي ظل هذا القرار اللي صدر 31 أكتوبر 2025 من مجلس الأمن والذي حدد ملامح الحل، أعتقد أننا نحن أولى أن نسرع يعني خدمة مواطنينا وتسهيل حياتهم وتنقل بضائعهم وتجارتهم. ولذلك نحن نتمنى من الحكومتين في موريتانيا والمغرب أن يعجلوا من شراكاتهم أعلى مستوى. رأينا أن المنتدى البرلماني بين البرلمان المغربي والموريتاني حددوا خارطة الطريق. السنة الماضية أعتقد في مايو أو أبريل قبل سنة اجتمعت لجنتين مشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الموريتاني، ويعني رسموا لنا خارطة الطريق. ذلك البيان الختامي كان خارطة الطريق، وعلى جميع المستويات، وعلى السلطات التنفيذية في المغرب وموريتانيا أن يسارعوا شيئا ما. البلدين يحتاجون إلى ذلك، الساكنتين في جنوب المغرب وفي شمال موريتانيا يحتاجون إلى ذلك، فنحن ننتظر بفارغ الصبر هذا الأمر. وطبعا كما أذكر بقضية التأشيرة، شوف أنا بدأت أتفهم ما يعني الأسباب والظروف التي جعلت هذه التأشيرة موجودة. أنا أتفهم هذه الأسباب قديما، ولكن كذلك أتفهم أنه اليوم لم تعد تلك الأسباب موجودة، ولم تعد أسباب موجودة لأن تكون هناك تأشيرة بين المغرب وبين موريتانيا، بينما التأشيرة تم إلغاؤها بين المغرب ومالي، بين المغرب والسنغال تاريخيا، وبين المغرب وكثير من الدول في المنطقة، فبالأحرى موريتانيا. إذا نحن نرى أن يجب أن تكون هناك مرحلة جديدة تدخلها العلاقات المغربية الموريتانية، يتم في الحقيقة تعدي كل هذه الأمور العوائق اللي كانت موجودة لننتقل إلى مرحلة أخرى. ونحن في موريتانيا هذا ليس فيه خروج من الحياد اليوم، وهو الذي يجب أن يفهم الجميع. ما دام الجميع منخرط في مسار أممي ترعاه الأمم المتحدة في مجلس الأمن، أعتقد أن الحياد اليوم هو الالتزام بقرارات مجلس الأمن. ومجلس الأمن قال رأيه وقال استشارته وقال نظرته في هذا الملف. هذه يعني نحن رسالة نرسل بها ونتعدى تلك المرحلة
أنت طابور 20، أنت طابور 17، أنت كذا وكذا. اسمعوا يا إخوة الكرام، إن وحدة التراب المغربية هي أمن موريتانيا، وأمن موريتانيا من أمن المملكة المغربية. هذا يجب أن يفهمه الجميع، وأننا نحن كموريتانيين بدعمنا وانخراطنا واندماجنا في شراكات قوية مع المملكة المغربية، فإنما ندعم هويتنا وندعم استقلالنا وندعم سيادتنا. هذا يا أخوة الكرام آن لنا أن نفهمه. الكلام الذي أقول هو أو هي أمور غرسها ذلك السلف الصالح، وأعني بذلك المرحوم المختار ولدادا مؤسس موريتانيا، وكذلك باني المغرب المرحوم الحسن الثاني. ولقد رأى الموريتانيون كيف تصرف المغاربة عندما دخلنا حرب، كانوا إلى جانب موريتانيا مساعدة في دفاعها عن نفسها والتصدي لظلم جار آخر. هذه الحقيقة المكتوبة في التاريخ. إذن والله سنواصل في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبعد ذلك سنسعى ونبقى مجندين من أجل شراكة واندماج قوي بين موريتانيا وبين المغرب. كل منهما بوابة الآخر، كل منهما هو امتداد الآخر، وكل منهما هو سند الآخر، شاء من شاء وأحب من أحب. هذه هي قناعتنا ونحن نسعى فيها، ولا يضرنا من خالفنا، هذا بكل صراحة. هذه بالنسبة لنا هي مصلحة بلدنا ومصلحته المصيرية والوجودية. هذه قناعتنا ومستعدين ندافع عنها أمام كل من يرى عكس ذلك. هذا نقطة أخرى بين المغرب وموريتانيا. هناك يا أخوة الكرام أمر أريد أن أتحدث عنه فيما يخص العلاقات الموريتانية المالية. هذه أريد أن أتحدث عنها. العلاقات الموريتانية وكنت قد تحدثت عن مبادرة تمنيت أن أراها. إذن إخوة الكرام، مع الأسف الشديد العلاقات المالية الموريتانية تعيش تقريبا أسوأ حالاتها. هذا يجب أن نعترف به، أن العلاقات الموريتانية المالية تعيش أسوأ حالاتها، وليس هناك حل. أنا أقولها حتى تكون الأمور واضحة، ليس هناك حل إلا بالجلوس على الطاولة، كارت سير تابل. هذه الأمور تحل بالحوار. نحن في موريتانيا والماليين نحن إخوة، وبيننا الأرحام، وتجمع بيننا تقريبا 2240 كيلومتر، ولا واحد يستطيع أن يتمكن منها، وأكثرها في خلاء من الأرض. الطريقة الوحيدة نذلل العواقب هو أن نجلس على الطاولة. ولكن اليوم بعد كل هذه الفترة أنا أعتقد أن نلجأ إلى طرف ثالث من أجل كشف الأمور والصلح ووضع خارطة الطريق. هذا أصبح اليوم لا بد منه، ولا أجد في الحقيقة أفضل
من المملكة المغربية. لماذا؟ أقول هذا الكلام نتيجة أولا المصالح. قطعا أن الدولة التي من مصلحتها أن تكون الحدود آمنة بين موريتانيا ومالي هي المملكة المغربية. لماذا؟ لأن هذا الطريق التجاري للتجار المغاربة وللشاحنات المغربية، ورأيتم كيف تصدى هؤلاء المسلحون للشاحنات المغربية التي تساهم في الأمن الغذائي في المنطقة. بمعنى نحن متأكدين من أن هذا الطرف الثالث المملكة المغربية إذا جلس سيسعى بكل ما وسعه لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة. إذن أقول مرة أخرى، أغتنم الفرصة مرة أخرى لأوجه هذا النداء. أنا أوجه هذا النداء في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى لقيادات المنطقة. طبعا المملكة المغربية نحن على علم أنها أسلوبها هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، ولكن نحن نطلب من فخامة الرئيس السيد محمد الشيخ الغزواني ومن كذلك آسيمي غويتا رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، ونحن قطعا متأكدين أنه إذا تم التماس تدخل جلالة الملك بهيبته أنه لن يتوارى عن فعل ذلك أو لن يتوانى عن فعل ذلك. فهذا ما نتمنى وساطة حقيقية تقوم بها المملكة المغربية بين المغرب، بين موريتانيا ومالي، من أجل تحقيق الأمن فيما يخدم مصلحة البلدان الثلاثة، لأن كل واحد منهم يكون امتداد للآخر. هذه المرة الثانية التي يعني نتقدم بهذا الرجاء، ونتمنى أن يجد آذانا صاغية. طبعا سأتحدث كذلك شيئا ما عن مالي، عن السنغال. سأتحدث عن السنغال يا إخوة الكرام، سأتحدث عن السنغال حتى أجد صورة للرجلين بكل صراحة اللذين اليوم يعتمد عليهم السنغال. إذن يا أخوة الكرام، أنتم تعلمون ماذا جرى في السنغال. الحليفين اليوم يعني مع الأسف الشديد انتهى الأمر بينهما. رئيس الجمهورية أقال رئيس الوزراء اعتمد على أغلبيته ليعود إلى البرلمان كرئيس البرلمان. يعني اليوم في السنغال نحن أمام رئيس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة التشريعية. وأنا أقول لكم أن من أكبر الأزمات داخل الدول اليوم الديمقراطية هو مواجهة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وغالبا ما ينتهي الأمر بتدخل يعني غير دستوري، لا قدر الله انقلاب. فبقيت يعني 3 سنوات لأن الانتخابات المقبلة الرئاسية 2029. أنا أقول هنا لو أن سونكو ذكي، وهو الذي يبحث عن رئاسة الجمهورية وهو الآن رئيس البرلمان، بما أنه يمتلك كل هذه الشعبية، هو
من يجب أن يسعى لاستقرار سياسي، ومن يجب أن يسعى على أن تنتهي مهمة أو عهدة رئيس الجمهورية على أحسن ما يرام. أي يعني نزاع أو أي سيكون في خسارة لرئيس البرلمان، لأنه لم يصل بعد إلى الحكم. هذا أردت أن أقوله. Je voudrais dire ici, alors qu'on est en train de vivre le deuxième jour de la fête de Tabaski, un message, j'espère bien qu'il arrive à qui de droit au Sénégal. Bon, nous sommes arrivés à une situation où il y a apparemment, vraisemblablement, un affrontement entre l'exécutif et le législatif. Et ici, je voudrais attirer l'attention. Dans tous les pays où il y a eu affrontement entre l'exécutif et le législatif, les choses finissent mal. Les choses finissent par un changement anticonstitutionnel. Alors, quel est le conseil? Le conseil ici va directement aujourd'hui au président du Parlement sénégalais, au président de l'Assemblée sénégalaise, M. Ousmane Sonko. Je dis, il est de son intérêt d'œuvrer pour que M. le Président Diomaye Faye puisse achever son mandat dans la paix, dans la tranquillité et surtout aussi dans la stabilité. Et j'attire l'attention qu'il est de l'intérêt du président de l'Assemblée, s'il veut briguer le mandat de la présidence, d'essayer de contribuer dans cette stabilité. Sinon, le risque est pour lui, puisqu'il a une bonne base électorale, il est dans son intérêt que les choses aillent jusqu'au bout dans la tranquillité pour qu'il puisse briguer ce mandat qu'il cherche depuis très longtemps. Je pense que le Sénégal a encore des problèmes structurels. J'ai visité le Sénégal, que je connais très bien, c'est mes parents. 2 ans après l'avènement de Diomaye et Sonko, nous n'avons rien vu. Je pense que même les jeunes Sénégalais peuvent le confirmer. En tout cas, moi, je n'ai pas vu de changement quand j'étais de passage à Dakar. Si les choses continuent comme ça, c'est le Sénégal qui payera cher. Et bien entendu, nous ne le souhaitons pas. Personnellement, j'ai toujours défendu l'axe Dakar-Nouakchott-Rabat. Et vraiment, perdre le Sénégal dans ces circonstances est la pire des choses. Je vous remercie. شكرا لكم يا أخوة الكرام على دعمكم، وعيد مبارك سعيد، وهو أبي طالب يحييكم من جديد.